يا ترى ازاي نتعامل مع الإجهاد والضغط النفسي؟ أول حاجة، لو حسيت إنك مضغوط خد 10 دقايق استراحة لنفسك، وافصل عن الشغل أو المذاكرة وريح دماغك بشوية موسيقى هادية أو اعمل يوجا، لأنها بتهدي الأعصاب وبتساعد جسمك يكون مسترخي أكتر. وحاول تخصص وقت في الأسبوع لهواياتك زي القراية أو الرسم أو حتى الرياضة زي الجري أو السباحة، الاتنين بيساعدوك على تحسين المزاج وبيخلصوك من التوتر وبيجددوا الطاقة. كمان الدعم الاجتماعي، افتكر دايما ان مشاركة مشاكلك مع صاحبك او فرد من العيلة بتخفف الضغط وبتحسن حالتك النفسية. مهم قوي انك تحدد المهام الاكتر اهمية وتبدأ بيها، لان ده هيساعدك في تنظيم وقتك. وانك تاخد استراحة قصيرة كل ساعتين ده بيزود من تركيزك وبيساعدك تتخلص من المشاعر السلبية. وفي الاخر خليك عارف ان التعامل مع الاجهاد والضغط النفسي مش سهل، بس مع شوية تنظيم هتلاقي نفسك اهدى وعندك القدرة على مواجهة الضغوط اليومية بشكل أفضل.